Bonjour les biologistes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. مرحبا بكم في une nouvelle vidéo في la chaîne YouTube BM Biologie. Cette vidéo حتكون la première partie في deuxième chapitre في la biologie cellulaire ou la cytologie اللي هو la membrane plasmique ou la membrane cytoplasmique الغشاء الهيولي. ونبداو directement بسم الله. Alors, on a le deuxième chapitre, la membrane plasmique ou la membrane cytoplasmique et الغشاء الهيولي. أول حاجة عندنا généralité تقدروا تديوها comme petit introduction ولا petit définition لهذا الكور. À la surface de la cellule existe une couche cytoplasmique de très faible épaisseur. هنا قالك على سطح الخلية حتكون عندنا طبقة سيتوبلازمية ذات سمك رفيع ولا ذات سمك ضعيف، يعني حتكون طبقة رقيقة formant une enveloppe continue appelée la membrane plasmique. هذه الطبقة الرقيقة راح تديلنا غلاف مستمر للخلية نقولولو la membrane plasmique اللي هو الغشاء الهيولي. Par une de ses faces, cette membrane est en contact avec le milieu extérieur et par l'autre avec le hyaloplasme de la cellule. هنا واش قالك بلي لا membrane plasmique عنده اتصال مع لو ميليو اكستيريور، يعني راح يكون متصل مع الوسط خارج الخلية، ومن جهة أخرى راح يكون عنده اتصال مع اليالوبلازم اللي هو لو ميليو انتيريور تاع الخلية، يعني عنده دو كونتاكت مع لو كوتي اكستيريور تاع لا سيلول وكونتاكت مع لو ميليو انتيريور دو لا سيلول ولا اليالوبلازم. Sanger et Nicholson ont proposé le modèle en mosaïque fluide de la membrane plasmique. هاد الزوج عالمين داروا لنا وصف لبنية الغشاء الهيولي، قالوا لنا بلي لا ممبران بلازميك لا ستركتور نتاعو موزايك فلويد، يعني فسيفسائي مائع. قريناها من قبل في عام الباك كي درنا وصف الغشاء الهيولي قلنا بلي البنية نتاعو فسيفسائية مائعة. فسيفسائي يعني مزخرف، فيه دي بروتينات، فيه دي سكريات وفيه ليبيدات. اما فلويد هي خاصية الميوعة اللي تدخل فيها حركة البروتينات والليبيدات. من بعد كي نديرو فلويديتي ممبرانير راح ندخلو في لي ديتاي نتاعها. هنا نعرفو بلي لا ممبران بلازميك سي ان ستركتور ديناميك، يعني في حركة دائمة ومستمرة تتمثل في لا فلويديتي ممبرانير، يعني حركة الليبيدات والبروتينات، وتتمثل في نقل الجزيئات ولا انتقال الجزيئات من لو ميليو انتيريور للميليو اكستيريور، من الوسط الداخلي للخارجي، ولا العكس من لو ميليو اكستيريور للميليو انتيريور، من الوسط الخارجي إلى الوسط الداخلي. نكملو. La membrane plasmique est asymétrique. Elle possède une double asymétrie. هنا قالك بلي الغشاء الهيولي هو بنية غير متماثلة ولا بنية غير متناظرة. asymétrique c'est-à-dire غير متناظر. Elle possède une double asymétrie. وش هو اللي خلانا نقولوا عليه c'est une structure asymétrique؟ عندنا زوج اختلافات. عندنا une asymétrie structurelle, c'est-à-dire عدم تناظر بنيوي dû à la présence du sel coat uniquement du côté extérieur. عندنا قالك la présence تاع le sel coat اللي هو l'ensemble تاع لي شان بوليساكاريد، مجموعة من السلاسل السكرية اللي تكون لاصقة في البروتين ممبرانير في البروتينات الغشائية باش دير لنا ان غليكوبروتين، واللي تكون لاصقة في لي ليبيد باش دير لنا ان غليكوليبيد. l'ensemble تاعها راح يدير لنا لو سيل كوات ولا الغليكوكاليكس. هنا قالك بلي لا بريزونس تاع هذا لو سيل كوات ولا الجليكوكاليكس راح يكون فقط من الجهه الخارجيه للخليه، قالك دو كوتي اكسترا سيلولار. اما لو كوتي انترا سيلولار ما لقاوش فيه هاد الجليكوكاليكس، ما لقاوش فيه لي سيل كوات. كيفاه؟ حنا نعرفوا بلي لا ممبران بلازميك عباره عن بيكوش ليبيديك، يعني طبقتين من الليبيد. الطبقه الاولى اللي تكون جهه الوسط الخارجي للخليه نقولوا لها ايمي ممبران اكزوبلازم، يعني نصف غشاء خارجي. اما الطبقه الداخليه اللي تكون جهه الانتراسيلولار نقولوا لها البروتوبلازم، يعني نصف غشاء داخلي. هاد السيل كوات ولا الجليكوكاليكس تلقاوهم برك في الطبقه الخارجيه للغشاء الهيولي، يعني نلقاوها في لي ممبران اكزوبلازم، يعني في النصف الغشاء الخارجي تاع لا ممبران بلازميك اللي تكون جهه لو كوتي اكسترا سيلولار، اللي تكون جهه الوسط الخارجي للخليه. اما البروتوبلازم اللي هو قلنا النصف الغشاء الداخلي ما لقاوش فيه السيل كوات، ما لقاوش فيه الجليكوكاليكس. سي بور سا قلنا ان اسيمتري ستركتورال، يعني عدم التناظر في البنية. طبقتين مختلفتين، عندنا الطبقة الأولى يكون فيها لو سيل كوات ولا الجليكوكاليكس، أما الطبقة الداخلية ما لقاوش فيها هاد لي شان بولي ساكاريد. دونك لو بروتوبلازم اللي هو نصف الغشاء الداخلي ما لقاوش فيه دي غليكوبروتيين وما لقاوش فيه دي غليكوليبيد. علاه؟ بيسك ما عندناش لو سيل كوات، ما عندناش لي شان بوليساكاريد اللي يكونوا لاصقين في البروتينات باش يديروا لنا غليكوبروتين، واللي يكونوا لاصقين في الليبيدات باش يديروا لنا ان غليكوليبيد.
La deuxième, عندنا une asymétrie biochimique due à la réparation inégale des protéines et des lipides entre les deux feuilles. هنا قالك لا réparation inégale يعني التوزيع الغير متساوي للبروتينات الغشائية والليبيدات في la membrane plasmique راح دير لنا une asymétrie biochimique وهذا bien sûr راح يكون entre les deux feuilles تاع la membrane plasmique. باغ اكزومبل عندنا ليميمومغان اكزوبلازم يعني نصف الغشاء الخارجي قادر نلقاو فيه نوع من البروتينات الغشائيه، اما في البروتوبلازم اللي هو نصف الغشاء الداخلي ما نلقاوش هذا النوع من البروتينات، ولا قادر نلقاوه بصح ماهوش تحته ديراكتومون، قادر يكون في بلاصه واحده اخرى. الوغ راح يدير لنا اون اسيمتري بيوشيميك. وهكا نقدروا نستنتجوا باللي لا ممبران بلازميك عنده 5 خصائص ولا 5 propriétés donc elle présente 5 caractéristiques. La première, c'est une bicouche lipidique عبارة عن طبقتين من الليبيدات avec deux feuilles extracellulaires et cytosoliques يعني مع طبقتين. الطبقة الأولى راح تكون extracellulaire يعني نصف غشاء خارجي راح يكون من le côté extérieur تاع لا cellule، والطبقة الثانية راح تكون cytosolique يعني من الجهة الداخلية تاع الخلية. دي بروتيين et des glycoprotéines sont insérés dans la bicouche يعني راح يكون داخل هذه الطبقة من الليبيدات البروتينات، راح يكونوا عندنا دي جليكوبروتين اللي هما عبارة عن بروتينات لاصقين فيهم دي شان بوليساكاريد سلاسل سكرية ال اورغانيزي دو مانيير اسيمتري. هاد لي بروتين ولي جليكوبروتين راح يكونوا متوزعين في الغشاء الهيولي بطريقة غير متماثلة وغير متناظرة، هضرناها من قبل. elle présente une composition chimique hétérogène يعني حتكون عنده تركيبة كيميائية غير متجانسة. أما الأخيرة le sel quad constituant par un filtrage de fibriel constituant par du glucide يعني هاد لو سال كواد ولا الجليكوكاليكس هضرناها من قبل هما دي شان بوليساكاريد يعني سلاسل سكرية، التركيبة الأساسية تاعهم عبارة عن سكريات ولا دي جلوسيد. La membrane plasmique, celle d'hématite, est constituée de 40% du lipide, 52% de protéines et 8% de glucides. هنا قالك بلي الغشاء الهيولي تاع الخلايا وبشكل أخص تاع لي غلوبيل روج اللي هما كريات الدم الحمراء، نقولولها لي سيل دي إيماتي. لا ممبران بلازميك نتاعها فيه 40% من الليبيدات اللي هما الدهون، فيه 52% من البروتينات، وفيه 8% من الجلوسيدات ولا السكريات. هنا كيما راكم تشوفوا عندنا نسبة البروتينات لا ممبران بلازميك تكون كبيرة. علاه؟ بيسك عندها دور رئيسي في لو رول برينسيبال تاع لا ممبران بلازميك اللي هو نقل العناصر الغذائية لو ترونسبور لو سبسترا نيتروتيف من لو ميليو انترا سيلولار لاكسترا سيلولار ولا العكس من الاكسترا سيلولار للانترا سيلولار. دركا نروحو نديرو كيفاش نشوفو لا ممبران بلازميك سو لو ميكروسكوب فوتونيك و لو ميكروسكوب الكترونيك. نبداو بالفوتونيك ولا اوبتيك اللي هو المجهر الضوئي اللي ني كونتيني بلو دونس كو لو سيتوبلازم، نشوفوه على شكل خط مستمر اكثر كثافه من الهيوله من السيتوبلازم. اما تحت المجهر الالكتروني نعرفو بلي لو ميكروسكوب الكترونيك كاين دو تيب منه، كاين ا ترانسميسيون وكاين ا بالياج. هنا راح نديرو ا ترانسميسيون. L'ultrastructure de la membrane plasmique montre les spectres très strativés, très lamellаires, aspecte en 3 feuilles. Elle comporte 2 feuilles sombres et un feuille claire. هنا واش معناتها؟ عندنا البنية نتاعو راح تكون très stratifiée يعني مكونة من 3 طبقات 3 فوي. عندنا 2 feuilles sombres تفصل بينهم un seul feuille claire يعني طبقتين عاتمتين تفصل بينهم طبقة بينية وتكون كلاغ عليهم، يعني لي دو فوي الأولى والأخيرة تكون صامبغ، أما الطبقة اللي بيناتهم راح تكون كلاغ. هنا ركزوا مليح على كلمة تري ستراتيفي، غندير لكم عليها خط تري ستراتيفي و تري لامولار. واش معناتها؟ معناتها بلي لا ممبران بلازميك تحت لو ميكروسكوب الكترونيك راح يتكون من 3 طبقات، طبقتين عاتمتين تفصل بينهم طبقة بينية، راح تكون كلاغ على لي دو فوي صامبر، يعني الطبقتين الأولى والأخيرة يكونوا صامبر يعني اللون تاعهم غامق، أما الطبقة اللي تجي في الوسط راح تكون كلاغ. لي دو فوي دونس سون دي اوزموفيل، قالك بلي الطبقة الأولى والأخيرة اللي يكون اللون تاعهم صامبر اللي يكون اللون تاعهم غامق هما اوزموفيل، ستادير حتكون محبة للماء. اما لا فوي كلار اللي تكون بيناتهم راح تكون اوزموفوب، ستادير كارهة للماء. نعاود لي دو فوي دونس ولا الاولى والاخيره يكونوا اوزموفيل محبه للماء، اما الطبقه اللي بيناتهم راح تكون كارهه للماء اوزموفوب. اوزموفيل محبه للماء، اوزموفوب كارهه للماء. هنايا فوب صديق فوبيا يعني تخاف الماء.
هنا باش ما يتخلطولكمش عندنا أوزموفيل قُلنا محب للماء، أما أوزموفوب تفكروا فوب قُلت لكم باللي ييجي في بالكم فوبيا c'est-à-dire تخاف الماء ولا كارهة للماء. نكمّلوا. La membrane plasmique les vit en semi-lieu en deux semi-membranes, une semi-membrane exoplasmique du côté externe et une semi-membrane protoplasmique du côté interne. هضرتها لكم من قبل قلت لكم بلي لا membrane plasmique كيتكون من نصف غشائين، عندنا نصف غشاء خارجي سيمي ممبران اكزوبلازميك ولا ايمي ممبران اكزوبلازميك من الجهة الخارجية في الكوتي اكسترن تاع لا سيلول، اون سيمي ممبران بروتوبلازميك دو كوتي انترن من الجهة الداخلية تاع لا سيلول في الانترا سيلولار. اما الطبقة الخارجية راح تكون في الاكسترا سيلولار يعني الوسط خارج الخلية، اما الانترا سيلولار هي الوسط داخل الخلية. دركا نروحو لشيما هكا باش تفهمو لا ستركتور تاع لا ممبران بلازميك. تري بيان. اول شيما راح تبريزونتي لنا لوبسيرفاسيون دو لا ممبران بلازميك سو لو ميكروسكوب اوبتيك او فوتونيك اي سو لو ميكروسكوب الكترونيك ا ترانسميسيون. يعني راح تبين لنا كيفاش نشوفو الغشاء الهيولي تحت المجهر الضوئي الميكروسكوب اوبتيك او فوتونيك، وتحت المجهر الالكتروني ا ترانسميسيون بيان سور. وراح نبداو بالميكروسكوب اوبتيك ولا فوتونيك. قلنا نشوفوه سو فورم دان ليني كونتينو بلو دونس كو لو سيتوبلازم، يعني على شكل خط مستمر اكثر كثافه من الهيوله كما راكم تشوفوه ها هو راح يكون اكثر كثافه من لو سيتوبلازم. اما سو لو ميكروسكوب الكترونيك ا ترانسميسيون راح نشوفوا لي سبيكتر ستراتيفي ولا تري لامولار، صديق راح نشوفوا طبقتين عاتمتين تفصل بينهم طبقه بينيه، يعني راح يكونوا عندنا 3 فوي. عندنا 2 فوي سومبر لو ديامتر تاعهم راح يكون 4 نانومتر، صديق كل وحده فيهم راح تكون 2 نانومتر، وراح تكون عندنا اون فوي كلير اونتر لي 2 فوي سومبر لو ديامتر تاعها راح يكون 3.5 نانومتر دو ديامتر، c'est-à-dire l'épaisseur totale تاع la membrane plasmique راح يكون 7.5 نانومتر دو diamètre. وعندنا طبقة الجليكوكاليكس ولا لو سالكواد، قلنا هي لونسومبل تاع لي شان بوليساكاريد اللي تكون لاصقة في لي بروتيين ممبرانير في البروتينات الغشائية باش ديرلنا ان جليكوبروتيين، وتكون لاصقة في لي ليبيد تاع لا ممبران بلازميك باش ديرلنا ان جليكوليبيد. كيما راكم تشوفوا راح تتواجد برك في لو كوتي اكسترن تاع لا سيلول، يعني حتكون لاصقة برك في ليمي ممبران اكزوبلازميك يعني في النصف الغشاء الخارجي تاع الغشاء الهيولي. اما النصف الغشاء الداخلي تاع الغشاء الهيولي ليمي ممبران بروتوبلازميك ما نلقاوش فيه هذه الطبقه كما راكم تشوفوا، وهذا هو اللي راح يدير لنا لا سيمتري ستركتورال. عندنا دوزيام شيما رايحه تبين لنا لا ستركتور تاع لا ممبران بلازميك. قلنا سيتان بيكوش ليبيديك يعني طبقتين من الليبيدات ولا طبقتين من الفوسفوليبيد. قلنا فيها دي بروتيين، شوفوا هنا عندنا دي بروتيين انترا ممبرانير اللي يكونوا داخل البيكوش ليبيديك، وعندنا دي بروتيين بيريفيريك اللي يكونوا على سيرفاس تاع لا ممبران بلازميك سواء في الجهه الداخليه تاع الخليه الانتراسيلولار ولا في الجهه الخارجيه تاع الخليه الاكسترا سيلولار. عندنا لي غليكوبروتيين، قلنا عبارة عن بروتينات تكون لاصقة فيهم دي شان بوليساكاريد يديروا لنا ان غليكوبروتيين ها هم، والطبيعة تاعهم قلنا دي غلوسيد. عندنا الجليكوليبيد كيف يكونوا عندنا هاد لي فوسفوليبيد تكون لاصقة فيهم دي شان بوليساكاريد ويديروا لنا ان غليكوليبيد، ولونسومبل تاع هاد لي شان بوليساكاريد راح يدير لنا طبقة نسميوها الجليكوكاليكس ولا لو سالكوات هي اللي راح دير لنا لا سيمتري ستركتورال. عندنا الكوليسترول ها هو، وعندنا هاد لي فيلامون دو سيتوسكيلات هادو رايحين تقراوهم في الشابيتر 3 تاع السيتوسكيلات اللي هو الهيكل الخلوي. عندنا لا ماتريس اكسترا سيلولار ميم هي كاين نورمالمون جو بونس شابيتر 4 راح نقراو لا ماتريس اكسترا سيلولار وي لي جونكسيون اونتر لي سيلول، وعندنا هذه لو سيتوبلازم ولا لو ميليو انترا سيلولار. فوالا سي لا فا. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع فوز امي باش لي زيتيديون كامل يستفادوا. ما تنساوش تابونيو وتلايكيو وتفعلوا رمز الجرس باش يوصلكم اي جديد في القناه. او revoir et bon courage.